بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد listen to خاص بسنة 5 ابتدائي unit 4. النهارده بتتكلم عن ايه؟ what were you doing what were you doing what were you doing انت كنت بتعمل ايه؟ هنا الزمن اللي هنشتغل بيه يا ولاد زمن الماضي المستمر. يعني ايه ماضي مستمر؟ يعني حاجة أنا عملتها امبارح، مثلا حاجة في الماضي عملتها امبارح بس كنت مستمرة في الفعل ده. يعني ايه؟ يعني أنا امبارح كنت بقى أخدت درس إنجليزي من الساعة 5 لحد الساعة 6 ونص. فأنا سألتك أنت كنت بتعمل إيه امبارح؟ يعني أنا بتكلم في الماضي من الساعة 5 لحد الساعة 6 ونص، يبقى هترد تقول لي أنا كنت باخد درس إنجليزي. الزمن اللي أنت هتشتغل فيه مضارع مستمر. إشمعنى؟ عشان من الساعة 5 لحد الساعة الماضي مستمر، ماضي مستمر سوري، من 5 لحد 6 ونص ده كان امبارح. أول حاجة ماضي، يبقى حاجة حصلت امبارح. تاني حاجة الفترة دي أنت كنت بتعمل فعل ومستمر فيه، بتاخد درس ولسه ما خلصتش، يبقى هو ده زمن الايه؟ الماضي المستمر. حاجه حصلت في الماضي بسالك عليها في الفتره ما بين ماما مثلا بتطبخ الاكل من الساعه 1 لحد الساعه 3، بتبقى واقفه في المطبخ بتطبخ. سالتك بقى قلت لك كده بالعربي ماما بتعمل ايه امبارح؟ ده طبخت امبارح، يعني على امتى؟ ده هي طبخت امبارح من الساعه 1 لحد الساعه 3 مثلا، وقفت في المطبخ وقعدت تطبخ لنا فراخ. يبقى المده دي من 1 لحد الساعه 3 امبارح كانت ماما مستمرة في فعل الطبيخ، قاعدة تطبخ وتحط على البوتاجاز وتعمل. تمام كده؟ يبقى بقى لها ساعتين أو 3 ساعات أو ساعة بتعمل حاجة. طب أنت كنت امبارح مثلًا من الساعة 9 لحد الساعة 10 بتعمل إيه؟ ده أنا كنت باتفرج يا مس على فيلم كرتون. يبقى أنت كنت في الوقت ده بتعمل، هو زمن ماضي خلص وانتهى، تمام؟ لكن في الفترة دي كنت بتعمل حاجة، بتعمل فعل مشاهدة التلفزيون، يبقى اسمه ماضي ومستمر في مشاهدة حاجة، ماضي ومستمر في طبيخ حاجة، ماضي ومستمر في لعب لعبة. حاجة حصلت في الماضي ولكن مستمرة، كنت أنت مستمر فيها بتعمل فيها حاجة، هو ده اسمه الماضي المستمر، زمن الماضي المستمر. تمام؟ هناخد شوية الفوكابلري دول ونقرأ بسرعة بيحكي عن إيه. الفوكابلري اللي عندي كلمة يصل إلى المدرسة arrive at school arrive at school arrive at school. يستيقظ get up get up get up. يتناول طعام الغذاء have lunch have lunch have lunch. يدرس اللغة الإنجليزية study English study English study English study English. يستمتع بوقت رائع have a great time have a great time have يستمتع a great time. هي have هنا لها معاني كتيرة قوي، معنى يتناول، معنى يملك، معنى يستمتع. تمام؟ have a great time يعني يستمتع بوقت رائع. يسبح في البحر swim in the sea swim in the sea يسبح في البحر swim in the sea يسبح في البحر. طب تعال نشوف كده اهو قواعد لغوية. الجرامر عندي زمان الماضي المستمر past continuous. past continuous بيستخدم زمن الماضي المستمر للتعبير عن شيء حدث واستمر في فترة زمنية في الماضي من الساعة 9 للساعة 10. امبارح في الماضي اهو عدى وفات. كنت بتعمل ايه؟ كنت بتفرج على التلفزيون. يبقى الفرجة دي كان ليها وقت من توقيت ما حدش قطعك، قعدت تتفرج على التلفزيون او مشاهدة ما حدش قطعك. كنت باخد درس يا مس، يبقى ما حدش قطع الفعل اللي هو انت بتدرس وبتسمع ما كنتش خلصت لسه. طيب يتكون زمن الماضي المستمر من ايه؟ الاي والهي والشي والات هياخدوا جنبهم was والفعل في اي ان جي. اليو والوي والزي واي اسم جمع هياخدوا جنبها where والفعل في اي ان جي. يبقى الاي والهي والشي والات واي اسم مفرد هياخد جنبيه كلمه was والفعل في اي ان جي. يبقى انا اعرفه ازاي؟ من was والفعل اللي جنبه في اي ان جي. واليو والهاف والزي واي اسم جمع هياخدوا جنبهم كلمه where، دي الاماره والعلامه الاحمر والفعل احط له اي ان جي. يبقى الاحمر ده والاحمر ده كده انا عرفت ان هو زمن الماضي المستمر. was والفعل في اي ان جي يبقى ماضي مستمر، where وفي الفعل في اي ان جي يبقى ماضي مستمر. طب تعالى ناخد مثال. انا was جايه لوحدها ولا اللي جنبيها الفعل في اي ان جي؟ لا was اهي والفعل في اي ان جي، يبقى نعرف على طول زمن الماضي المستمر. I was traveling by boat to the island with my friends. يبقى الفتره دي انا كنت مسافره، يعني كنت في الماضي المستمر كنت عملت حاجه، سافرت بالبوت اللي هو القارب للايلاند اللي هي الجزيره مع اصدقائي. طيب نحن وير، ادي وير اهي، try واحط الفعل جنبها في اي ان جي يبقى وير موجوده والفعل في اي ان جي يبقى زمن الماضي المستمر. تمام؟ احنا حاولنا to understand the name of the island، ان احنا نفهم اسم الايه؟ الايلاند. يبقى في الفتره دي يعني في فتره ما
وانا في الرحله مع اصحابي في توقيت كذا، يعني اخدنا نص ساعه، اخدنا ساعه، اخدنا ربع ساعه، توقيت معين قعدنا نحاولنا في الماضي بقى حاجه حصلت من ايه، من فتره. تمام، بس كنا في الفتره دي بنحاول نفهم الاسم بتاع الجزيره يعني ايه. تمام كده. طيب يبقى يتكون زمن الماضي المستمر في الاستفهام. يبقى دي الجمله، تكوين الجمله، دي تكوين الجمله. طب في الاستفهام بقى، اداه الاستفهام فعل مساعد was أو were، أفعال مساعدة هنا يا ولاد، مش فعل أساسي، فعل مساعد، فعل مساعد للزمن الماضي المستمر. يبقى أداة استفهام فعل مساعد، الفاعل، وبعدين الفعل في ing تكوينه تاني. أداة استفهام فعل مساعد اللي هو was أو were، دول أفعال مساعدة جنب أداة الاستفهام، وبعدين الفاعل أي حاجة من دول، وبعدين الفعل أحط له ing. طب تعال نشوف. أداة استفهام what، فعل مساعد were، طالما قلت where يبقى لا اما هيبقى جنبها يو او وي او زي او اي اسم جمع. لازم الفعل المساعد هيحدد مين اللي جنبه، الفعل المساعد هيحدد مين اللي جنبه، الفعل المساعد هيحدد مين اللي جنبه. لو اخدت was يبقى لازم جنبي هيبقى لا اما I، لا اما هي، لا اما شي، لا اما ات، لاي اسم مفرد. لو خدت where لا اللي هيبقى جنبي لا اما يو، لا اما وي، لا اما زي، لاي اسم جمع. يعني where الحمراء دي اي حاجه من دول لازم تكون جنبيها، was الحمراء اللي فوق دي اي حاجه من الاسود ده لازم يكون جنبيه. يبقى حسب الاحمر ده الاسود هاخد ايه. ماشي. اداه استفهام فعل مساعد وير اهي، يبقى لا ده لا ده لا ده لا ده، انا اخد يو اهي، صح كده. والفعل ده احط له ing، والفعل اهو احط له ing. يبقى دي تكوينه، تكوين ايه السؤال في الزمن ده. تمام كده. what were you doing، انت كنت عملت ايه، ماذا كنت تفعل. قلت I was trying. لو انت هتجاوب، مش انت عملت السؤال في زمن الماضي المستمر، يبقى لازم الإجابة بتاعتك تبقى ماضي مستمر. يبقى I was trying to understand the elephant name، the elephantine name. يبقى هنا I لما اجي اجاوب what هشيلها. طيب اليو وهعكس يا ولاد، هعكس الاسود مع الاحمر، اليو هتبقى I والوير هتبقى was. اليو لان انا هجاوب هتبقى اي، انا بقول لك انت، فانت هترد على نفسك هتقول اي. الاي هتاخد ايه، مين بياخد الاي، الاي بتاخد ايه، بتاخد واز ولا بتاخد وير. لا الاي بتاخد واز، يبقى هتقول اي واز، اي واز اهي اي واز، وتقول بقى الفعل اللي انت كنت بتعمله في الفتره دي. انا كنت بحاول افهم معنى الاسم الجزيره. تمام، يبقى الفعل يحاول تراي اهو، واحط له اي ان جي. طيب ده استفهام، ده تكوين سؤال تكوين سؤال بأداة استفهام. أدوات الاستفهام اللي هي إيه؟ what when where، والحاجات بتاعتنا how وهو، أدوات الاستفهام بتاعتنا. طيب افرض جت was مكان where، يعني مثلا يعني هنا اهو المفروض الجملة تقول لك she was، الجملة تقول لك we were I was. افرض عكست، was بقت الأول where بقت الأول. اصل was وير يا اولاد في تكوين الجمله بتبقى رقم 2 اهو، رقم 2. افرض رقم 2 جه مكان رقم 1، يعني رقم 2 بدلوا اماكنهم مع بعض. شوف كده معايا، was وبعدين شي، المفروض في تكوين الجمله بقول شي was، صح. هنا بقى عكست was شي، ساعتها بقى هيكون سؤال بمعنى هل، سؤال بمعنى هل، سؤال بمعنى هل. يبقى was لما تيجي الاول او where تيجي الاول يبقى سؤال بمعنى هل. was she listen to music، هتجاوبي لي تقولي yes she was او no she wasn't. تمام، وان شاء الله هنحكيها بالتفاصيل، بس انا بقول لك على السريع. طيب لو جت وير في الاول وبعدين جنبها they، المفروض احنا متعودين they were، يعني الاول فاعل وبعدين فعل. لو عكسوا، لو الاماكن بتاعتهم اتعكست اهي، ادي زي اهي اللون الاول الاسود وبعدين وير الاحمر، عكسنا بقت وير الاول، تعالي هنا واقعدي مكاني هنا، يبقى كده معناها سؤال بمعنى هل. يبقى هجاوب لا اما بيس لا اما بنو. yes they were او no they weren't. النو تحب تملي النفي، اقول no يبقى they weren't، اقول no بwas اقول she wasn't. no تحب هنا النفي، النو تحب هنا النفي. تمام كده يا ولاد. طيب لما احب انفي الزمن ده، لما احب انفيه ازاي؟ هنفي was، يعني مثلا انا ما كنتش امبارح بعوم في البحر. في الفترة دي من الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح كنت بتعومي في البحر؟ لا أنا ما كنتش امبارح بعوم في البحر في الفترة دي. طب أقولها إزاي؟ I was not هنفي was وأحط جنبها not، هنفي where وأحط جنبها not. يبقى النفي يا ولاد أحط جنب was أو where كلمة not. was not تبقى wasn't، were not تبقى weren't،
I was not swimming in the sea. We were not listening to music. احنا ما كناش بنسمع في الفترة دي موسيقى. تمام؟ يبقى هنا لما احب انفي الفعل، يعني انا ما كنتش بعمل حاجه في الفتره دي امبارح. انا ما كنتش بتفرج على التلفزيون من الساعه 9 للساعه 10، دي فتره زمنيه عايزه اقول انفي، انا ما كنتش. يبقى هقول ايه؟ I was not او I wasn't. ما هي was not دي يا ولاد اهي نفيها wasn't، لا اما دي لا اما دي. تمام؟ طب we were not listening to music، احنا ما كناش في الفتره دي بنسمع ايه؟ موسيقى. ممكن اقولها we're not، او اقول we weren't. ما هي we're not اختصارها weren't، شلت الاو وحطيت مكانها ابوستروفي، شلت الاو وحطيت مكانها ابوستروفي. ايه الحاجات بقى اللي انا لو شفتها اقول ان انا شغاله في الماضي المستمر؟ في كلمات كده مفاتيح، لو انا ما شفتها اقول ان انا شغاله في الماضي المستمر. كلمه while as لو شفتهم اعرف ان انا شغاله في الماضي المستمر. كلمه when برضو اعرف ان انا شغاله في الماضي المستمر. بس هقول لك على حاجه، كلمه مثلا يا اولاد هقول لكم اهون while as او when كلمات بربط بيها جملتين. يعني انا عندي جمله كنت بعملها وجمله تانية كنت بعملها، عايزه اربط الجملتين دول ببعض ويبقى جمله واحده. هستخدم الادوات دي. استخدم while معناها بينما او اثناء، او استخدم when يعني عندما. تمام كده؟ طب تعالوا نشوف وانا هعرفكم. بينما وطالما شفت قلت while يبقى عندي جملتين، طالما شفت while يبقى عندي جملتين، ادي جمله كوما جمله تانية، يبقى انا عندي جملتين، لان دي من ادوات اللي بتربط الجمل في بعض. بينما انا كنت بعمل حاجه حصل حاجه تانية، بينما ماما بتطبخ الطبيخ الجرس ضرب، يبقى في جمله ماما كانت بتطبخ وبعدين حصل على طول حاجه حدثت وراها على طول وقطعت الطبيخ وراح الجرس ضرب وماما راحت ايه ترد على الباب مثلا. بينما انا كنت بذاكر ماما ندهت عليا، انت يبقى كنت بتعملي حاجه وفجاه حصل حدث تاني، يبقى انت كنت بتعملي حاجه كنت قاعده ملبوخه في المذاكره وبعدين راحت ماما نديت عليكي، يبقى دي جمله ودي جمله. تمام؟ طيب وايل يعني بينما، يبقى الجمله بتاعت وايل انا عندي جملتين، الجمله بتاعت وايل هتبقى في زمن الماضي المستمر، والجمله الثانيه هتبقى في زمن الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني في الفعل اللي بنقعد نحفظه، العمود الثاني. تمام؟ يبقى انا عندي جملتين من اللي خلى ان في جملتين كلمه وايل كلمه وين. تمام؟ طيب الكلمتين دول دي اسمها بينما ودي عندما. تمام كده يا اولاد؟ طيب الكلمتين دول بيربطوا جملتين ببعض، بس في جمله في زمن الماضي المستمر وفي جمله في زمن الماضي البسيط، هما الاثنين ماضي بس في زمن اللي جنبيها ماضي مستمر اللي هي وايل، جنبيها ماضي مستمر اهي وير ولوكينج فعل في ING. الجمله الثانيه ماضي بسيط found اللي هي وجده. تمام كده؟ يبقى دي كلمه بتربط ما بين جملتين. طيب لكن يا ولاد كلمه when يعني عندما بتحب جنبها ايه؟ الماضي البسيط وبعدين الماضي المستمر. يعني ايه؟ انا عندي زمنين الاثنين في الماضي، ماضي مستمر وماضي بسيط، ماضي مستمر وماضي بسيط. وايل ده تحب جنبيها الجمله بتاعت الماضي المستمر والجمله الثانيه الماضي بسيط، يبقى ماسكه فيها الماضي المستمر. لكن وين عكسيها بقى، عكس وايل تحب جنبها الجمله بتاعت الماضي البسيط وبعدين الناحيه الثانيه الماضي المستمر. المهم وين تيجي جنبها الماضي البسيط. تمام؟ لكن لما اشوف وايل جنبيها الماضي المستمر اللي هي وير والفعل في ING. تمام كده يا اولاد؟ هعمل لكم ان شاء الله حلقه برضه انا بقول لكم على السريع، يعني اللي عارفه احنا بنراجع مع بعض، لكن ان شاء الله هعمله لكم في فيديو باذن الله لوحده بالتفصيل باذن الله. طيب هنا في شويه حاجات هبقى اقولها لكم في الفيديو عشان ما لخبطكمش. هنوقف لحد هنا وده القاعده اللي هي عليكم، اللي فاهمها تمام احنا رجعنا عليها، اللي لسه ما فهمهاش هنعمل ان شاء الله قاعده عليها لوحده بتفصيل جزء فيديو مقطع عشان ما حدش يتلبخ. تمام؟ اوعى تنسى اللايك وتفعل الجرس عشان يوصلك ايه الكلمات اللي خاصه بكونكت سنه 5 ابتدائي. سلام عليكم.